انتوا طيبين. من ضمن استعداداتنا لرمضان زي ما بنستعد بكرتونة رمضان وبالتجهيزات الحلوة اللي بنعملها، كمان بنستعد إننا ندخل رمضان بصحة وعافية. باشارككم ليوم عادي من الأكل الصحّي اللي ممكن نعمله من دلوقتي لحد رمضان، هنلاقي إن صحتنا اتغيّرت خالص، وإن حياتنا اتغيّرت خالص لمّا نلتزم بالقواعد السليمة، إننا ناكل كل حاجة موجودة في البيت بس بكميات معقولة، ونمنع بقى السُكّر ونمنع العيش والحاجات المُضرة. هنلاقي إن إحنا رمضان هييجي علينا وإحنا صحتنا حلوة ونصوم ونتعبّد ونقدر نقوم ونُقف ونصلّي التراويح ونصلّي التهجُّد بصحة وعافية. أنا باورّيكم دلوقتي بنبدأ يومنا بمشروب عادي، بأي مشروب إحنا بنحبه. بعد كده بناكل أي حاجة خفيفة زي بيضة، حتّة جبنة، أي خضار موجود في البيت، وطبعًا المَيّة ما ننساهاش، بنشرب على الأقل الإزازة دي مرّتين، يعني 3 لتر مَيّة، ممكن في الشتا ل2 لتر، في الصيف 3 لتر. وبعد كده بناكل أي أكل إحنا بنعمله في البيت بس بكميات. أنا عن نفسي باحب الرز وباكل رز كتير، ما فيش أي مشكلة، مش كتير أوي برضه يعني بالمعقول، وأي خضار معمول في البيت وسلطة وكده فضل ونعمة. لو مشينا على كده هييجي رمضان علينا وإحنا بصحتنا وبعافتنا، ونقدر نستقبل رمضان بصحة وعافية. كل سنة وأنتم طيبين. معاك في الصحة